أخي المواطن، أختي المواطنة، الإعلام ينزلق في متاهات خطيرة. العار ثم العار، ألف مرة على نخبنا التي تتاجر بالحرية والديمقراطية. الإعلام يزور الحقيقة ويبث الأكاذيب بصادقية الإضمار. الإعلام التونسي في جملته ينساق بسرعة جنونية نحو الفوضى وأحداث البلبلة بين التونسيين. العديد من أشباه المثقفين يروجون للأكاذيب ثم يظهرون في وسائل الإعلام لتحليلها وتفسيرها في محاولة منهم لإيهام الرأي العام بصحة هذه الأخبار الزائفة التي يروجونها. الإعلام يقود الثورة المضادة بالدليل والبرهان، دعوة لمقاطعة الإعلام الكاذب والمغالط والفضائحي. الثورة الإعلامية لابد أن تبدأ. أكذوبة استقلالية الإعلام التونسي كذبة كبرى وخدعة انطلت على بعض مؤسسات الدولة والحكومة، فهو ليس ملك خاص أو رأس مال لبعض المستثمرين، حتى يطالب الإعلام العمومي المرئي والمسموع بالاستقلالية والحرية التامة بعيدا عن المحاسبة والعمل المسؤول. فمن حق المواطن معرفة الحقيقة وإلغاء أي توكيل مسؤول عن أي جهاز إعلامي يقع في المحظور أو ينتهج سياسة ضد إرادة الشعب. وهذا ما يقوم بإعلام العار البنفسجي والصحافة الصفراء، والتي تمول بالرشوة من جهات تجمعية ومال قذر عبر مافيا الإعلام التونسي الذي ما فتئ منذ 14 جانفي 2011 يقود الثورة المضادة. أخي التونسي، أختي التونسية، إذا شاهدت برنامج في التلفزة البنفسجية فاحذر من وجوه جاهل وغبي له جذور تجمعية أو بقايا أفكار برجيبية أو يساري متطرف لا يحمل أي قضية. لذلك ننصحك بمشاهدة قناة تنفعك ولا تكون بنفسجية.